واش الانسان قبل الويكاند كان كيخدم بلا توقف؟ واش كان عنده وقت يرتاح، يخرج، يتلاقى مع العائله، يمشي للنزهه او يسافر؟ والاهم، شنو كان الدور ديال الطب الاسلامي في فهم العلاقه بين النشاط والراحه؟ تخيل معايا، رجعنا 1000 عام للور، ما كاين لا ويكاند لا كونجي لا عطله صيفيه. واش الانسان كان كيخدم بلا ما يرتاح؟ الجواب غادي يفاجئك، الانسان كان كيرتاح من زمان، ولكن الطريقه اللي كان كيرتاح بها ماشي هي نفس الطريقه ديال اليوم. ولكن هذه حاجة مهمة، ما خصناش نخلطوا بين الراحة والويكاند. الويكاند بمعنى يومين متتاليين ديال الراحة الأسبوعية، كيف كنعرفوه اليوم هو مفهوم حديث نسبياً، وتطور خصوصاً مع تغير أنظمة العمل والصناعة. ومع الثوره الصناعيه تبدلت الحياه بشكل كبير. المصانع، ساعات العمل الطويله والاعتماد على نظام العمل المأجور خلاو مساله وقت الراحه تولي قضيه اجتماعيه. ومن هنا بدأ العالم كيناقش سؤال مهم: واش الراحة غير اختيار شخصي، ولا خاص العامل يكون عنده وقت مضمون يرتاح فيه؟ في العالم الحديث ولات الراحة الأسبوعية تدريجياً جزء من قوانين ومعايير العمل. ولكن إلا رجعنا أكثر من 1000 عام للور غادي نلقاو واحد الحاجة مثيرة للاهتمام في كتب الطب عند المسلمين. ابن سينا ما كانش كيشوف الصحة غير في الدواء، كان كيهضر على مجموعة ديال العوامل اللي كتأثر على صحة الإنسان، ومن بينها الحركة والراحة، النوم واليقظة، الماكلة والشراب، والهواء والظروف المحيطة بالإنسان. يعني الراحه في التصور الطبي القديم ماشي بالضروره كسل، كانت جزء من التوازن بين المجهود والراحه. والنوم حتى هو كان عنده مكان مهم في هذا التصور، حيث ابن سينا ناقش النوم واليقظة وتأثيرهم على الجسم. ولكن الراحة ما كانش غير النعاس، الناس كانوا كيمشيو للحدائق، كيتلاقاو، كيتفرجوا، كيتنزهوا وكيستمتعوا بالوقت مع الناس ديالهم. والحمام كان حتى هو فضاء مهم، ماشي غير للنظافه ولكن حتى للاجتماع والاسترخاء. وكانت حتى ثقافة النزهة والجلوس في الحدائق والأكل والاستمتاع بالطبيعة موجودة بأشكال مختلفة. والسفر حتى هو كان جزء من حياة الناس، للتجارة، للعلم، للحج، لزيارة الناس وأحيانا لاكتشاف أماكن جديدة. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، السفر ديال ذاك الوقت ما كانش بالضروره عطله سياحيه بحال اليوم. ابن بطوطة مثال مشهور على ثقافة السفر الواسعة في العالم الإسلامي، ولكن رحلته كانت مرتبطة بالحج والعلم والزيارة ومجالات أخرى، ماشي بالسياحة الحديثة بالمفهوم ديالها. إذن الإنسان ما تعلمش يرتاح في العصر الحديث، اللي تبدل هو أن الراحة ولات تدريجياً منظمة ومضمونة بالقوانين بالنسبة لفئات من العمال. الويكاند اللي كنعيشوه اليوم هو نتيجة طويل ديال التغييرات في طريقة العمل والمجتمع والقوانين. واليوم ما بقيناش كنشوفوا الراحة غير كوقت فارغ. الراحة والنوم والتوازن بين النشاط والضغط النفسي عندهم علاقة مباشرة بالصحة والرفاه. يمكن الأدوات تبدلات والويكاند تبدل والحياة تبدلات، ولكن حاجة واحدة بقات، الإنسان محتاج يوازن بين المجهود والراحة. إذن إلا كنتي خدام طول الأسبوع ما تشوفش الراحة على أنها تضييع للوقت، النوم الكافي، وقت مع العائلة، المشي، الخروج للطبيعة والهوايات، كلهم ممكن يكونوا جزء من حياة متوازنة.